الشرطه انتم في تلبيك عن السيارات عندها ترقيم جزائري ولا ماشي جزائري؟ عندنا فيه قيس هذا ما عنده معنى. قيس اش يعني صهر يعني ماشي جزائري مدلل. شوف احنا عندنا قاعده وعندنا على الحدود عسكر. شوف انا ضيك شوف انا ضيك لي سيمانه في موريتانيا ياك. منين نبغى نرجع يعودوا عندي ورقيه ويوقفوني تشركه ويعرفوني في الحدود الموني يعرفوني بيننا وبين تعرف شنو اللي حتى انا لاجئ عليه عندي عسكر في الحدود. انا موظف انا لاجئه الدوله حان انت مواطن جزائري وعندك عقل تفهم الواقع. اسمعني يا صاحبي انت تفهم الواقع وتعرف انت ضيف. انا كلاجئه لماذا لدي السلاح؟ لماذا لدي قاعده عسكريه؟ لماذا لدي حدود؟ لماذا يقف جيشي في الحدود؟ وان اراد اي مواطن في الجزائر الدخول تيندو انا ماني اختك انا عطلك انا ماني اختك اسمعني انا ماني اختك. جاني من عندك انت جاني من عندك انت جاني من حكومتك. شوف السلاح والدعم المادي انا ما رقبه كمواطنه يقبضوا ابراهيم واتباعه. شوف احنا الشعب لسنا كالنظام ديال ابراهيم واتباعه. احنا كمواطنين صحراويين نحترم هذا النظام. ما دام انا تكلمت شوف انا ما دام تكلمت معاه وانت ضيف الدوله صحراويه والجزائر تونسيه. هيا ولا انتم خليتوا بعد الامم المتحده حتى تدير معنا الاحصاء يا صاحبي. واش انت تزعل تصدق؟ واش انت تكذب وتصدق كذبه؟ انت ما خليتوا حتى الاحصاء اللي يدوروا يحصونا فيه باش يتاكدوا على ان تعرف عندنا هناك 25% هم فقط للصحراويين اصليين. تعرف ان البقيه ليسوا بصحراويين. يدير القانون يتحبسي من الكذب يحب يدير ونتبع القانون وانت ما عندك قانون فرضك وتقول لي نكذب كذا. من حقك تكذبني انا. سكت هذا الخياط خلينا نتكلموا. ساكت كيف ساكت كتكلم قربي المايك اسمعني يا مسيطر هذا انت ماشي على السالكه وما شبه السالكه والضعفاء يقوموا يقيسوا المتحدين يقولوا لهم تعالوا رانا عندنا السلاح ورانا عندنا كذا. انتم اسمعني نقول لك شوف انت ولا شيء الشعب كامل ولا شيء. انا منين نجمع طولتي مجوعتني ومعطشتني وقابضة دولة وخراوداتها على أرضي يعملوا نشبة ننتحر ننتفض نموت نشعل فيا النار. اخرجي من البلاد. ما اصمت عني خليني نتكلم اصمت. اسمعني نقول لك انت ما عندك قدرة ولا إرادة. لكن تطلعوا الضايفات كيف يكرهوا المادي ذاك في السطيحة الصحراء غربية الصحراء غربية انت كاع صيفتك جزائري يالطك اكفر عني مايكل اكفر عني راه بالسمع انا معاكم. اسمعني نقول لك بصيفتك انت ضريك جزائري جيعان عطشان عريان ما عندك البنج باش تقلع سنيك وتطلع وتم تتكلم على الصحراء. يا اللي يعطيكم القهرة ويحشركم مع همان ومع شارون راكم فضحتوا روسكم ونفضحتوا عاد يقول وفي اخر شيء تبون وشنو قريحه قايم رافد ابراهيم غالي ابن بطوش اللي ما كان عندنا دسال في قلعه السلاغنه وقبضوا مشى بهم مالي الشيعه من ما قضت فيه اسمها كوبا ولا بالنسبه ولا الدول دوك اللي طايحين كاملين ما قضاوش في المملكه المغربيه. بقى المخيم فهم وحل فيه عاد لك يديك اللي فيه بيضه لا نقولوا كاع مقطوع راسه اللي عاد لا يبيض يديك عاد لا يبيض الذكر ساتي عندكم ديال السفر اصمت عني اختي مليكه
أزمات خلينا السلام عليكم، خلينا نسلم. تفضلي تفضلي. دقيقة الأخ، دقيقة برك، دقيقة برك نقولها برك. يا عدكم جاوا السفر، روحي وين تحبين، روحي المغرب، روحي. راكي تقولي تحيا الملك، روحي المغرب. أنا صحراوية مغربية راعي في المغرب. يا روحي. اسمعني نقول لك. ما نسمعك، نسمعك. اسمع الله يطول عمرك. اسمع انت والله لا تقدر كيتشي ملي تقعدي كيفاش راك بقيتي قال يا اخي راكم متوا. راه مات الشعب القاره الواسعه الكبيره الخالصه. راه بقيتوا في راحه قدام العالم وقدام القمر وقدام اهضري على نفسك، ما تهضريش، اهضري على نفسك. اسمعني نقول لك غير جوعناكم حنا الصحراويين اتفقنا عليكم. نصنا قاعد في الصحراء المغربيه وتمتع مع راسه، ونصنا مشى لكم. هذه هي الخطه. العقل المدبر ديال المملكه المغربيه ولاد الملوك والسلاطين وسلاله الرسول عليه الصلاه والسلام. منين قال لك الخير بالخير والبديع اكرم. انتم درتوا الخير تبارك الله في المملكه المغربيه، رانا رجعنا لكم. 50 سنه وحنا ساكتين عنكم، 50 سنه وانتم تجوعوا، 50 سنه وانتم تغتصبوا بحياتكم ودماغكم، وتطلع لي هنا تيالات لا هذا الشنافيه تقول انا قاطع. فايدة اختي هما راهو ما يعرفوا اهل الصحراء حق منين يقوموا. راه يلقمنا، راه الرقه خير منا. راه الرقيبات تعرف كم من واحد. راه الرقيبات ما عندك منين تصد، راهي واخده علينا. الرقيبات واخده عليهم من زمان، وخلات خيمتكم إلا قمتوا معاهم. لا خليك ساكتة عندي نهضر دقيقة معليش. كان تعرضتوا لشي جريمه ولا شي مشكله قضائيه في تندوف، انتوا تتوجهوا لمين؟ للجزائر، السلطه الجزائريه؟ راهو بيناتنا ما عندنا شي سلطة من غير السلطة ديالنا. هي السلطة الجزائرية ما تقد تتعدى الحدود. شوف الجزائر ما يقدروا يتعداو الحدود. أراضي تندوف ما يقدروا يدخلوها. شوف أراضي تندوف اللي فيها المخيمات الجزائر ما يقدر يدخلها بدون ترخيص ليسي باسي اللي قالوا. خلينا برك نجاوب. يعني بلات هذا هو السؤال اللي كنت حاب نطرح ليه. يعني اختي السالكه، يعني الجزائري اللي يعتبر هذيك بلاده باش يدخل لتندوف يحتاج تصريح من عند البوليساريو، صح؟ كذب. ما هو كذب، حق. ما علاه لا ينكذب، علاه لا ينكذب كاع. انا سويدة قولي عاد انا خايفه. شوف احنا الرقيبات ما نخافوا الا من الخالق عز وجل. انا ما نكذب على حد ولاني ناقصه باش نكذب عليك. انت كجزائري قاعدتني لهدف ما، غير الهدف ما صح. هو اللي ساعدك قالوا عنه في الاستقلال وقف معك وما خلى ما عدل معك، وفي 63 عطاك السلاح والدور تقلبوا عليه تالي ذاك. غير مولانا جا ذاك من احنا ورانا قعدنا لك فيها. ولا كان في الجزائر رجل يقول انا ذا فليتقدم، او فاتنا ما تناقشني الجزائري الله يزين سعدك. وقتي نهضر معليش وتسكتوا. تفضل يعني سكتوا. شوفي تندوف ولايه جزائريه. نيمبورت كل جزائري، اي جزائري يحب يروح غير المخيمات. هناك فرق بين المدينه والولايه. ابدا ما تدخلني، ما تخلط. نو ما نسمح لك تخلط. هناك فرق بين الولايه والمخيمات. هذا اللي قلتها لك انا. قلت لك المخيمات. شنو هي؟ هي تندوف. شوف المساحه ديالهم اكبر بكثير من تندوف يا اخي. تندوف هي مدينه صغيره والمخيمات ما شاء الله متفرقه وكبيره. المنطقه ديالهم كبيره الله يبارك. وروح شوف بعينك. لا مدينه صغيره. بينما المخيمات والمخيم العيون. انا نفتح لك الكاميرا، شوف لك نوريك. اسمع نفتح لك الكاميرا، ونوريك انا المخيم العيون الموجود في الشمال، ومخيم
او السد الموجود في الوسط، تشوف الفرق بيناتهم فقط في المسافه اللي بيناتهم هي 200 مره المساحه ديال تيندو فقط هاد جوج ديال المخيمات، بينما كاين الكثير من المخيمات، كاين ربما 7 ولا 8 مخيمات. حنايا المخيمات انت منين اخويا؟ انت منين من جينيروزمون لالجيري انت منين من الجزائر يا اخي؟ فيها جينيروزمون لالجيري لا اكويتي فيها يا اخي. قول لي انت علاه انا نروح المخيمات؟ يعني هل يقول لك ما عندكش الحق تدخل؟ يا اختي شكون قال لك راني جاي ندخل؟ يا اخي وما نعرف باللي حتى في الوقت اللي كانت عندكم الازمه مؤخرا بعد البحوث الماليه وما بقيتوش خلينا في الموضوع. خلينا نسالو انا مصطفى نعم. نحب نسال سؤال. شنو هي الغايه نتاعكم انتم من قبول من تمويل وتسليح البوليساريو؟ شنو هي الغايه نتاعكم كجزائريين؟ يا خويا احنا ما اوفيسيالمون احنا ما سلحنا حتى واحد. الوغ اون اكيي لا كوز ندور نسولك الجزائري مصطفى. انت مقتنع بكلامك؟ واش انت متيق نفسك؟ انت مقتنع؟ شنو دراك يلا قلتي لي منها شويه، قلتي لي عنك تسلحنا وساعدتنا وشويه قلت ما تسلحنا. نتوما مالكم ترجعوا مرشا ريال كيلوات اللي ساكت لها الفراق. خليه يكمل كلامه كاع باش تفضل تكلم. عندي سؤال اخر لي، عندي نقطة التسليح بغيناه يشرحها لنا. باش نسألك سؤال. واش يسلحوا ولا لا؟ تفضل اخي اسمح لي. يا مصطفى مؤخرا انتم عملتوا حكايه وعلى ماتش نتاع كوره اللي اني الصحراء المغربيه خريطه المغرب كامله، وانتم تقولوا احنا ما ندخلناش. انتم وجه خلك فين الامور هذا؟ نجم تجاوبنا؟ يا خياط مصطفى جاوب تعليمات من شنقريحه ما يتكلمش. يا مصطفى جاوبنا على السؤال. خريطة اسمعني خويا الخياط، خريطة المغرب بالنسبة للجزائر تمس السيادة منين ما نعرف. هي قال لك تمس السيادة غير شنو السيادة. يا نتكلموا كاع واحد ما يفهم حاجة ولا كل واحد يتكلم في حقه. أنا ما عطيتلوش حق الهضرة. دوكا هذا اللي قال لك راح يجيب تعليمات. خويا أنا رحت لادوش هكذا، أنا شوي اون ديبلاسمون، راني في فرنسا ديبلاسمون، رحت حتى لفرنسا، راني في لومون. يعني باش نعطيها هكا برك الاخو بالك كاين ما تعطيناش اللوكاليزيشن من فضلك، راه معنا مخابرات هبله. معليش بالك كاين خوتنا يحبوا لي سبور ميكانيك، الرياضه الميكانيكيه. راني في بلد لومون، وقلت له انا نهضر مع الريسبسيونيست، قلت له علاه الاسعار يعني هكذا. قال لي لا باسكو قلت له علاه اليوم، قال لي لا لو ويكاند صح. وباش نفهم خوتي يعني شوي ديغوتي باسكو انا غدوه لازم نبدل البلاد باسكو جي دوت كليون ايور. و كنت حاب نحضر يعني هذا الحاجه 24 دو مون، يعني معروفه في العالم، واللي يحب لي سبور ميكانيك راه يفهم واش راني نهضر. يعني شوي ديغوتي خاطي والله، راني في بلادها وراني رايح معليش. المهم الاخت هذه اللي راهي تقول لنا باللي انا نقول لك حاجه اختي، لا مزايده. دقيقه مصطفى دقيقه بالله يسو عندك من لايف تجي. باهي اوكي نحترمها هذه. قول اخي الخياط من فضلك غتحط التسجيل ديالي غدا ان شاء الله باش نديروا له تشير باش يكبر. الله يرضي عليك. مشى السلام عليكم. تو يرجع واحكي معاه. حاضر فكري لازم يقطع هذاك المداخله ديالتي الله يرضي عليك ويحطها الله يرضي عليك. واضح تاريخيه. باهي واضح. شكرا سياسو، تحياتي. تحيه ليكم، مرحبا بك. تفضل مصطفى كمل وخلي الاخوان يجي معناها يتفاعلوا معاك من غير ما تقطع حتى انت. تفضل يا اختي ما قطعت حتى واحد، فما خطاونيش حق الكلمه يهضروا كاع. مالك اليوم؟ لا هي فضيحه. بغيتي علاش يسلحوا في البوليزار؟ فاش جات عمتها علاش يسلحوا فيه؟ دخلت قلت لماما عسكر مالك دايره عليك فضيحه.
الجزائر. جيت انا قلت لي عندي غدا عندي اسكو سبيكتاكل عندنا دليل؟ غير اسكو قلت قالوا لك بلي مزيان. الجيش شوفي باش عجبتيهم يهزوك شي فيلم ودبري على راسك في العاقل ما عنديش ليها غدير دليل غدا بصح نجاوبك في تصلح الأولى. ديال البلاصه قالت لي صبري عمتي نوريك شنو غادي لا، لا، نلبس اسمحي. وجات دابا الكسيمه شويه قصيره كتقول لي نوض انا لابسه بلا شورت انا اختي لبست الشورت كل كان حاجه صغيرونه انا كتقول لي انا يمكنليش ما نلبسها بلا شورت نكمل لك لا لا اختي خليني انا نكمل مع هذا. فهمتي قالت لي شوفي عمتي دابا نصور ماما انت تصور تسالني داكشي انسان ديالنا خلي اعطيني حق الرد. لا تقوم تشوف لا واخا يعني لا عطاوها هانتي قالت لها بكري باش الا عطاوك الا قالوا لك مثلي شي حاجه من عندك مثلي شي حاجه احنا ما الله اعلم هذه واش الناس يتغرب الله اعلم ولكن حكايه لا دي اصلا لي جون حكايه سون با ريكونيسون يعني العباد هذوما اللي الجزائر عطاتهم اليد كاخوه يعني لو كان كيما صرات في تونس ولا صرات في المغرب ولا صرات في ليبيا يا ولا مصطفى الصحراء الغربيه اسمحي لي خليني نكمل اسمع لي يا الاخ لحظه مليكه دقيقه اختي دقيقه يا البهلول دقيقه هذا راه يفهم كيف يجينا يا مصطفى شبيك انت نسيبوك يجيبوك على التروس خاف تقاطع وتتكلم وتجاوب وتنقز وتدوش وتعوم وتركب وتنقز. اسمع البهلول انت لا كنت في انا نهضر سكر المايك استهدر من سبعة ربي وانت تخرج علينا. اسمعني بالله لحظه مليكه بالله دقيقه خلينا نعطيه حسابه لحظه. انا كنت جيت نسمع فيه كنت في حق الرد هذا ما كانش شي حاجه قولي يا اخي قلت لي بابا كوبي رداني المايك فلوس كنت في حق الرد هذا ما عطاني فلوس اسمعني سكر قلت له المايك دابا شريها لك شي حاجه سكر شري لنا خصو يعطيني